السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الشعب الإماراتي الشقيق، بيننا وبينكم علاقة تاريخية طويلة وأواصر أخوية ممتدة. رحلتنا معاكم بدت لما طلب الشيخ زايد رحمه الله أنه أبو ظبي تبقى زي الخرطوم. فالسودانيين ما جو ضيوف على بلدكم، جو بنوا وعلموا وطببوا وربوا أجيالكم ويقفوا معاكم في بداياتكم وقت ما كانت الرمال سايدة والمباني معدودة والسوق فاضي. نحن اللي شلنا معاكم الحمل وما قلنا شنو؟ ما قلنا تعبنا. أسألكم بالله، يوم من الأيام سمعتوا أنه السودان وشعبه أساءوا لكم؟ اتهموكم بشيء ولا اشتكينا منكم؟ على مستوى العالم عرف الشعب السوداني بالطيبة والوفاء والمحبة والإخاء. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. لكن بعد 15 أبريل تغيرت الموازين. صح، أنت كمواطن إماراتي شريف قد تكون ما شفت العملته سلطة الأمر الواقع في أبو ظبي، ما شفت العملته في اليمن ولا في ليبيا ولا في الصومال، لكن معقولة ما شفت العملته في السودان؟ الحقيقة بتوجع والوثائق بتتكشف والصدق بتقال. دعم سلطة الأمر الواقع في أبو ظبي للتمرد في السودان ما بقى سر، وتمويل الفتن واضح، وإرسال السلاح ما مستور، الكل بقى عارف والشمس ما بتتغطى بغربال. تقارير الأمم المتحدة والتسريبات وتقارير الBBC والصحف والمنظمات الحقوقية والأقمار الصناعية كلها شاهدة أنكم بتغذوا الحرب في السودان وبتدعموا التمرد، وإحنا بندفع الثمن بدمنا وعرضنا وأرضنا. بيوتنا اتدمرت بمسيراتكم، أعراضنا انتهكت بأموالكم، أهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا ماتوا بسلاحكم، أطفالنا ماتوا بسببكم، منشآتنا حرقت بصواريخكم. شوف، أنا ما عايز منك يا إماراتي يا شريف أنك تطلع مظاهرات ولا تطلع فيديو تدين وتستنكر اللي بيحصل لأني خايف على حياتك، بس عايز منك ما تشارك في دعم سلطة الأمر الواقع في أبو ظبي في ظلمها وقتلها للمسلمين، وما تدافع عنهم وشنو كف لسانك، لأننا شايفين كثير من الحسابات الإماراتية بدأت تسيء لنا لأعراضنا ووطننا، ونقول لهم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولو مصر أنك تدافع عن الباطل والظالم فأذكرك بقول الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.